بعد 3 سنين بيومي فؤاد اعتذر لمحمد سلام، كان في بودكاست مع حسام داغر وعيط وقال له لو زعلان يا ابني مني فانا اسف ونفسي اشوف حاجه ليك في رمضان ومبروك على نجاح مسلسلك. قالت درة ان هي تعرضت للاجهاض مرتين، دعمت كل الستات اللي تعرضت للموضوع ده. احمد عبد الحميد بعد ما فقد بنته ووالده قال الحمد لله انا اكتشفت الفتره اللي فاتت ان ربنا بيحبني، الحمد لله انا مبسوط وراضي وحامد. هاني عادل بيقول في خناقه وجدل مين اللي اعلى مشاهده تيجي فكره لطيفه بشويه شباب حلوين ومصدقين ويحسموا المساله. بيتكلم على مسلسل 100 ترم. منى فضالي ما اتجوزتش يا جماعه، ده مشهد من مسلسل رمضان. ابن الفنان عبد الرحمن ابو زهره بيقول ان تكاليف والدي كبيره جدا ومفيش اي جهه مساعده. تيسير فهمي بتقول انا مش ضد اننا نهتم بشيرين وعلاجها ورجوعها لحياتها الطبيعيه، وبتقول ان احنا يجب ان احنا نساعد كل الشباب اللي بيمروا بنفس الازمه دي. اهم حاجه بقى الروس الكبيره، ايمي ودنيا طالعين مع فاهيتا بعد قضايا ومحاكم. ريمي البارودي كانت حاطه الستوري دي لريهام سعيد ووالدها علشان هو في العنايه المركزه، وكانت بتطلب من الناس ان هم يدعوا له. ايه يا جماعه، زياد زازا بقى زياد اباظه امتى؟ تخيلوا شرنوبي تم 30 سنه، شكله اصغر من كده ما شاء الله. وتخيلوا برضو ان عدى 11 سنه على الصورتين دول.